Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9. خلينا صح. بص انا اصلا جايب لسه كنت رحت بريش من يومين اشتريت. بص اوريك دلوقتي. احنا محتاجين ايه اصلا؟ محتاجين هو المسمن ده بيتعمل ازاي؟ بص عشان بتفتح بتحطه عند الباديلا ولا حاجه، بتحطه عند اسمها ايه، باديلا ولا حاجه، بتحطه على النار دقيقتين ولا حاجه ويكون جاهز، فاهم يعني مش محتاج شغل كتير. هناكله مع عسل بتاع، في عسل اسود، كنت جايب عسل اسود من محل مصري. كل واحد في كيسها اصلا، دي احسن حاجه يعني، كل واحده عاملين لها كيس، يعني دول اتنين لو بقى كيسين يعني، عشان لو فيهم تلج وبتاع ممكن تشيلهم وتحطهم كويس، مش هتتعب فيهم. هما 5 حبات تشتريهم 3 يورو ونص حاجة كده. ده أحسن حاجة يعني، أنت مش محتاج تتعب فيهم ولا حاجة يعني. دي هرجعها الفريزر دلوقتي وهاكل الاتنين دول وفكيتهم عادي جدا. هحط حبة زيت دلوقتي هنا، هحطه في النار وأحطه فوقيها وبس. دلوقتي هنقلبها، بقت خفيفة أوي. بصوا عارفة بتتقلب ازاي دي أصلا، بقت عجينة يا جماعة. هي دي عجينة فهمت دلوقتي، دي عجينة يا جماعة متلجة بس، فاهمين يعني دي عجينة بس دي متلجة، دي ناشفة. دي بقت بصوا عاملة ازاي أصلا، بقت حاجة كده، بقت خفيفة أوي. خلصت البتاع، كان عندي خبرة الأولانية اتحرقت مني شوية، لكن دلوقتي بعد ما بقى عندي خبرة فده بصوا يعني دي مش محروقة، دي بقت مظبوطة جدا اصلا. دي كانت محروقة شوية لكن مظبوطة برضه، لكن دي طالعة مظبوطة جدا. ودلوقتي بعمل كوباية شاي بس هتسحر. تجيب المظلة يا جماعة، العالم متعال متخلف والله موجودة معايا في الشنطة. استنى، المشكلة انه كل الايام اللي فاتت، ايام الشغل كلها شمس حرفيا وحر وكل حاجة، وبنزل بنص كم. يوم الاجازة الوحيد اللي انا باخده بقاله 3 اسابيع، كل يوم اجازة انا باخده بيبقى فيه الدنيا ممطرة وبتاع. معرفش هو ده انا احسن مني انا ولا مش عارف. خلينا دلوقتي نروح ناحية البنك كالعادة. والله انا بقيت اروح البنك اكتر ما بروح الجيم ولا بروح البيت. المهم يعني احنا رايحين البنك بس عشان حاجه بسيطه جدا، مش هنخش حتى البنك اللي كنت بروحه في الفيديوهات اللي فاتت اكيد انتوا عارفينه، ده انا هروح اسحب منه فلوس. انا كنت عايز اعمل اصلا حاجه واحده بس، موضوع بسيط المره دي. انا اصلا رايح البنك بسبب ان انا عندي كارتين فيزا، عايز انقل فلوس من كارت معين للكارت التاني وبس. يلا بصوا الجو عامل ازاي، الدنيا مطره ومغيمه، مع انه كمان شويه مكتوب في جوجل يعني كمان شويه الدنيا هتشمس وبتاع، فالدنيا مش مغيمه هناك كده، مش مخليك شايف اي حاجه. وكالعاده البنك هناك كده، هو بجد فعلا البنك من ناحيتي كده، من ناحيتي الناحيه التانيه من هناك. انا بلف اللفه بمشي لغايه هناك والف كده، والبنك بيكون هنا كده. وصلنا البنك، هو ده. احنا اصلا مش هنخش جوه، ففي ناس بتسحب فلوس من جوه اهو، لكن معرفش زحمه جوه، معرفش ليه، ما هو في مكنه بره تاني، فيا رب كل هي شغاله عشان في زحمه جوه مفيش حد هنا. هنا في البنك دي الاي تي ام اللي بره ممكن تدخل فيها فلوس في الكارت بتاعك، مش محتاج تخش جوه بتاع، لا فيرسامنت على طول. لا ما في فيرسامنت برضه، وكمان فيرسامنت. المهم يعني فاحنا هنسحب فلوس دلوقتي وبعد كده هنروح اللابوست، فيلا بينا. حاسس يعني ولا ايه؟ هنجي واحد تاني اهو شكله سمعني. سحبنا فلوس دلوقتي وهنطلع على اللابوست. نطلع على اللابوست نحطها في الكارت التاني، محتاجين نبعت فلوس. وزي ما انتوا عارفين انه الاستاسيون هناك كده، الاستاسيون القطر،
والله بوست هناك بتلف اللفة دي تلاقي البوست في وشك وبعدها الجيم. ف هنروح هناك اهي. هي دي البوست اللي هندخل لها. انا محتاج نلف اللفة من هنا وبعد كده اخش. متعبة اللفة دي. هي فاتحة النهاردة اعتقد هتقفل الساعة 1:30. زحمة زحمة زحمة. Progetto tô aqui na posta. Ciao. Voglio fare su quello soldi in mia carta. Devi mettere i soldi sulla tua carta? Sì. Devi dare tessera sanitaria e documento. Ok. Ok, che documento hai? Hai tutto, Eccoci qua. tutto di più. Senti, l'euro di commissione ce l'hai o faccio tutto con te? No, ce l'ho. Ce l'hai? Parte? Ho fatto da penso un anno fa, penso. Ma con Poste l'hai fatto o con un altro gestore? No, nel posta ma non qua a Novara. Ah, ok, però sempre con Poste Italiane? Ah sì. Sì, sì, ok. ربنا يسلمك. grazie mille. Ciao. اهو المشوار الاول خلصناه دلوقتي. هنطلع الجيم دلوقتي. هنطلع الجيم بعد كده نروح البيت، وبالليل برضو ورانا مشوار تاني. خليكم معايا لانه مشوار لسه اليوم طويل جدا. وصلنا الجيم دلوقتي. في عربيات بره وبتاع. اخر مره جيت الجيم هنا كان من 3 ايام. بقالي فتره ما جيتش الجيم والله. بقالي 3 ايام وكل ده كان فاضي لان الباسكو ما كانش الجيم كان قافل، فالدنيا دي كلها كانت فاضيه حرفيا. الموتور ده تحفه. خليني اخش الجيم دلوقتي. هو ده. يلا نبدأ دلوقتي. هوريكم كام تمرينة بس كده. أنا صورت هنا قبل كده كتير. البيت بقى خد دش. يعني حبة. المهم يعني بعد خلاص في ايه ويا دلوقتي احنا داخلين ناخد دش، وبعد كده هنطلع كمان شويه. واحد صاحبي هيجي نروح نفطر احنا وكام حد كده اللي طلعوا معايا الفيديو الاخير. احنا هنروح نفطر معاهم برضو النهارده عشان النهارده يوم الاجازه، فاليوم الوحيد اللي بنقدر نتقابل فيه ونفطر وبتاع. فالمهم يعني هنخش نستحمى على السريع كده وبعد كده نطلع نشوف هنتقابل امتى. اوكي. النور قطع في البيت، معرفش حصل كوبس ولا ايه. المهم شوف اشهدش هنا اعتقد. كده النور رجع تاني. اصلا هنشغل غسالة برضو، عايز اغسل هدومي. المفروض كده اشتغلت. رايحين دلوقتي عند اصحابي اللي هنفطر معاهم وبتاع في نفس المكان اللي كنت فيه اخر مره. رحنا نفطر مع بعض وبتاع كده. خليكم معايا، قلت اصور فيديو كده يومي ماشي ازاي وبتاع. مش عايز اصور لكم القطر كتير لان صورت هنا كتير قوي. ومعايا اشرف.
بس يا جماعه وصلنا المدينه اللي انا كنت فيها في الاول. نطلع دلوقتي عند اصحابنا، بس عايز اوريكم المدينه كانت عامله ازاي. ما اعرفش، مش فاكر صورت لكم اخر مره فيها ولا لا، لكن ما اعتقدش. زي المدينه بتاعتي نفس اللاجو. اصلا المدينه بتاعتي بتبقى من الناحيه دي، يعني المدينه بتاعتي ورا الحاجات دي بعيده شويه، لكن هي نفس اللاجو في الاخر، فاهمين؟ يعني ده متواصل لغايه عندي في اسكيرا، فاهمين؟ هو دي الزنزانو، هو ده الشنترو، ده الشنترو بتاع الزنزانو. كمان شويه هنجي له بعد ما نفطر وبتاع. في كافيهات هنا وبتاع، والمطعم اللي كنت شغال فيه في الاول خالص كان هناك كده، حرفيا كان هناك كده. لا هناك كده، كان هناك كده. وكنت بمشي المشيه دي كلها واطلع فوق، لانه انا اصلا بيتي كان فوق كده وبس. وده باختصار دي زنزانو. هنا اصلا لو كتبت زنزانو دي الجارده هيطلع لك الحته دي، البركه دي مشهوره. اوريكم انا رايح الناحيه دي، ناحيه اللاجو. اوريكم اللاجو من هناك عامل ازاي، شكله جامد في الحقيقه. المنظر اللي هناك ده لقيته اصلا وانا ماشي، بجد عجبني بطريقه مش ممكن، مع ان المناظر دي عندي في اسكيرا، لكن المنظر ده خصوصا عجبني جدا. بصوا المنظر عامل ازاي يا جماعه، بجد تحفه. ما فيهوش، كانه ما فيهوش نهايه، الجبال مفتوحه كانه بوابه. بجد المنظر تحفه جدا، عجبني جدا. غير الصخور عامله شكل حلو. دي المراكب بقى، يعني كل واحد له المركبه بتاعته، غير انه في شركات اصلا بتكون تبع المراكب دي. والمركبه الكبيره دي زي ما قلت لكم اخر مره، انه المركبه دي بتوصل عندي في فيرونا، بسكيرا، بتوصل كل المدن، بتدفع لها بتاع 5 يورو حاجه كده وتروح. بس دلوقتي هنتمشى شويه، بعد كده هنطلع عندهم البيت. الطريق هكا والله العادي. هنطلع طلعه دلوقتي كنت بطلعها بعد ما كنت بخلص شغل. كنت بطلع طلعه كده كانت بتتعبني جدا حرفيا. كانت عشان كده ما كنتش بروح اصلا ما بين الثلاث ساعات الراحه، كنت بقعد في اي حته. الطلعه دي، وفي طلعه بعدها طلعه طويله. طلعه عظيم. عايز تمشينا في الشندرة؟ لا حول ولا قوه. ادي وش لو ما اتعذبتش، صبرك بالله. روش انه طلعه بسيطه، لانه فعلا الطلعه كده، الطلعه عامله كده، فانت كانك بتشيل رجلك عشان تطلع. ظبطوا في الحل عشان الشتاء لسه. قلت لكم قبل كده ان هم بيظبطوا الطرقان وبيظبطوا المدينه، المدن السياحيه في الشتاء مش في الصيف، لانه في الصيف بيبقى مليان سياح فعايزين كل حاجه بيرفكت. في الشتاء بيقفلوا بقى المطاعم، بيظبطوا الحاجات، فبيشتغلوا في الشتاء يعني، وبيبقى الازعاج على طول. والله العظيم شمت ريحه اكل صحيح. اكل. زيد انت بتسند على واحد ميت هو كمان. بس هي دي اللي وصلنا الرومبو اللي انا صورتها اخر مره. بعد كده هنمشي قدام، هيبقى في الملعب الرجبي اللي اخر مره صورته. كنت جاي من هنا من ناحيه الاستاسيون، من الناحيه دي، ودلوقتي دي الرومبو. دخلت انا كده. المره دي انا جاي من طالعه من ناحيه الشنترو، فمشيت. اخر مره ما قلت لكم انا باجي من الطلعه دي، هي دي الطلعه اللي انا بقول لكم عليها، اللي انا كنت بروح بيها الشغل اخر مره بقول لكم عليها. هي دي اللي انا لسه طالعها دلوقتي حالا. المهم ان انا جيت المكان اللي كنت ساكن فيه في الاول وشغال فيه في الاول. كان المكان ده، دي رومبو، كان اللفه دي. انا اصلا ساكن ببقى هنا، كنت بنزل من هنا على طول ماشيه طويله جدا لغايه المطعم. كان الملعب هنا كده، كنت بنزل من المنزل ده، كان على طول بنزل من المنزل ده، ومشوار طويل جدا على فكره. ده ملعب رجبي مش كوره، اهو ده بتاعت الرجبي اهي. اهو ده الشارع يا جماعه. يا لهوي اول ما دخلت الشارع. اخر مره جيت من هنا لما دخلت الناحيه دي، دخلت الناحيه انا موقف كل دول. عشان تصور. انا الرومبو دي كنت جيت عليها ودخلت الدخله نفسه اخر مره حرفيا. ملعب الرجبي هنا، وهم البيت بتاعهم هناك كده. كان غفلوا غفله. وانت تطلع عيتني، اروح انام على النوم. نعم. لازم انت المره الجايه ما لا حكمه والو. راجع عند خوك. واش اخوك؟ شغله سريعه يا حبيبي كلها. بس صاحي في حد بيصحى دلوقتي؟ في حد بيصحى دلوقتي؟ مرحبا. شو شوهتك. ها؟ تعرف عشان انا هصور فبتنظف. النظافه من الايمان. ايوه باين على وشك ابو شكلك. مش عيب، بس عنا نخش نشوهه كمان. لا خلاص عيب. ايه شو ما تغفلنيش. انا عملت كده قصدك الشوه. هو ده اللي كنت بخبط عليه في الحمام. الحلاوه دي عجينه مغربي، عجين ديال الحوش. هنا الرز. لا رز وصفه السحريه. اشهد بقدونس وعبت حاجات وحشه. عيب والله كشوه. اخويا اسماعيل
واسمه كاين اسماعيل هنا يوبها انت اش هادشي. انت بتصورني وانا بصورك؟ انت بتصورني عندك في موبايل انا اطلعك على اليوتيوب. بصوا يا جماعه هو ده الملعب من هنا، بتتفرج عليه من هنا. زي ما قلت لكم ان احنا كنا بنيجي من هنا، ده الملعب احنا معديين من هنا. كنت بشاور لكم على البيت من هناك، فاحنا بنخش الدخله دي ونيجي على البيت. هنا الرومبا والشنترو هناك، فده الملعب الرجبي بتبص عليه على طول. ده نادي اعتقد يعني من زمان وانا بتفرج عليه، بس نادي كوره نادي الرجبي وبتاع. بس والله الاكل هو ده الاكل اللي ناكله، وده الطاجن، طاجن سمك اكل مغربي. تسلم ايديكم يا جدعان والله. انت اش كاين؟ لا وزهير شعيبه مرحبا اخي ادم. يا حسن ما كانش شعيب اسماعيل. هو ادم. تصورنا زي ويه نرد على الملعب. بس الملعب الدنيا عامله ازاي بره. الدنيا لما تكون في الليل بتكون رايقه جدا. وريته لهم. يلا